القرص الطرية مش بنستغنى عنها مع روايح الشتاء. كل سنة وانتم طيبين. مع بداية الشتاء لازم نعمل شوية قرص طرية كده حلوين قوي، بيكونوا بيتي. طبعا حرفيا البيت اللي بيعمل القرص الطرية بيقلب البيت من جمال ريحتها. هتاكلوا احلى قرص طرية طعمها في حتة تانية خالص. تعالوا اقول لكم على طريقة القرص الطرية اللي هيكون طعمها في حتة تانية خالص. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هجيب معايا بولة وهحضر معايا معلقة خميرة فورية ومعلقتين سكر ومعلقة سمسم تكون متحمصة وحلوة. المهم نوعية السمسم تكون كويسة عشان طعمها حلو. وهضيف عليها 3/4 كوباية سمنة بلدي ونص كوباية لبن. السمنة واللبن بيكونوا دافين كويس جدا، وبنزل بيهم عليهم عشان خاطر الخميرة تنشط معايا، وبقلبهم كويس. وبعد كده بجيب معايا كوباية لبن رايب. انا الاول هعجن بكوباية لبن رايب بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش من التلاجة، وهقلبهم كويس. وبعد كده هنزل معايا بكيلو دقيق متعدد الاغراض. بتجيبيه من العطار او دقيق عادي، وعليهم ورقة بيكنج باودر ورشة ملح، وهبدأ ان انا اعجن فيهم. هقلبهم كويس كده مع بعض، وهشوف العجينة اذا كانت هتحتاج معايا لبن تاني رايب ولا لا. حلاوة الوصفة هنا ان هنا اللبن الرايب بيخليها في حتة تانية خالص فعلا، هي والسمنة البلدي. طبعا لو مش متوفر عندك سمنة بلدي وعايزة تعمليها عادي، يعني لو استخدمتي سمنة نباتي، بس حرفيا السمنة البلدي مع الرايب بيودوها في حتة تانية. المهم رحت انا ضفت كوباية لبن رايب كمان، وهكمل معايا هضيف هنا كمان نص كوباية لبن رايب، يبقى هي هتاخد معايا نص كوباية لبن و3/4 كوباية سمنة ونص وكوبايتين ونص لبن رايب. دي كل المقادير السائله اللي هي هتاخدها معايا، وهبدا ان انا اعجن فيها وخد ودي بقى معاها في العجن. كل ما تاخدي وتدي فيها كل ما هتديك نتيجه روعه. والمخبوزات دي اهم حاجه فيها العجن، انك انت تعجنيها كويس جدا عشان تنشطي الجلوتين اللي فيها لحد ما يوصل القوام بتاعها بالنعومه والحلاوه دي. شايفين الملمس بتاعها ناعمه جدا وحلوه. بعد كده هي وصلت كده للعجن المطلوب بتاعها. بعد كده هحطها عندي، هغطيها بستريتش، وبعد كده هروح اسيبها لحد ما تخمر معايا. تاخد تقريبا نص ساعة او اكتر على حسب. المهم انها تخمر وما تسيبهاش تخمر زيادة عن اللزوم. بعد كده هقطعها كور صغيرة. الكيلو هنا تقطع معايا، قطعته على 25 قرصاية. انت لو هتصغري الحجم بتاعها هيقطع معاكي كمية اكتر طبعا، بس هنا حجمها كان حلو ووسط، ولا كبيرة ولا صغيرة. لو صغرتيها توصل معاكي ل30 قطعة اكتر. لو صغرتيها قوي زي بتاعت الافران ممكن تقطعيها كمان 50 قطعة مش 25. هريحها كده 5 دقايق، وبعد كده هروح احطها تريحيها عشان تعرفي تفرديها، وهحطها في الصاج بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه. هرص كل الكمية عندي في الصاج. في الوقت ده انا هبدأ اكون مسيحة سمنة، وهبدأ ان انا اخد السمنة كده بايدي، وهبدأ ان انا افرد كل قرصاية بالسمنة. ما تدهنهاش ولا لبن ولا اي حاجة خالص، بالسمنة بس فقط. تفرديها بيها وهتفرق معاكي جدا في اللون بتاعها. هتفردي كل الكمية بتاعتها، وكل القرص بتاعتي هفردها كلها، وبكون في الوقت ده مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 عشان خاطر تكون الفرن بتاعتي سخنة اول ما ادخل القرص. هنا دي خدت 4 قرص كده هحشيهم بالعجوة. العجوة دي عملت طريقتها معاكم حرفيا تحفة، وطالعة طرية جدا وطعمها خطير في حتة تانية، ومختلفة فعلا عن العجوة اللي احنا بنجيبها من بره. ونفس الوضع هفرد عندي القرصاية بالسمنة، وبعد كده هسيبهم يخمروا كده، ياخدوا تقريبا تلت ساعة. هي يعني مش بسيبها تخمر قوي برضو، وبدخلها الفرن على درجة حرارة 170. هتطلع بالشكل الجميل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لونها من تحت ومن فوق واحد، طرية. شايفين اكيد يعني باينة الطراوة بتاعتها طرية، وطعمها تحفة، وريحتها تحفة تحفة تحفة. تدخلي كده المكان تلاقي الريحة ما تبقيش عارفة ان الريحة دي جاية، دي ريحة ايه بالظبط. هطلعهم اهويهم عندي على السبت ده، وبعد كده هطلع ارص عندي كل القرص اللي انا طلعتها السادة. لسه عندي كمان القرص ال4 قرصات اللي انا دخلتهم عاملاهم بالعجوة. فعلا اللي بالعجوة كمان حلوة جدا. هتشوفوا طراوتها وحلاوتها معايا دلوقتي. هرص كل القرص دي كمان. القرص اللي بالعجوة اهي استوت معايا، وهحطهم معايا ال4 قرصات، وهتشوفوا دلوقتي شايفين طرية جدا، والعجوة طعمها جميل جمال ملهوش حل.
وريحة القرص بالسمنة البلدي والرابن الرايب مخليها حرفيا في حتة تانية. لو وصلت معايا لحد هنا حط لايك وكومنت حلو وشير الفيديو لاصحابك لو عجبك، لاصحابك وحبايبك. وادعموني وان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. بألف هنا وشفا عليكم، هتوحشوني. لحد الفيديو اللي جاي، مع السلامة.